يا حبيبي نحن ما يفرق معانا حميتي يجي، حميتي يتكلم، حميتي يقوم بعاتي، حميتي يبقى 100,000 نفر ذاته، حميتي يتنسخ على نسخة 100,000 جندي، حميتي يتصنع من جديد. حميتي يا أخي، حميتي ده لما كان جوا القيادة عمل شنو؟ خلوا يجيب لنا صوته ده ما بيعمل حاجة يا شيخنا. خلوا يجيب لنا صوته. حميتي ده لما كان جوا القيادة عديل وبيتكلم ما طلع من الخرطوم. حميتي ده لما كان بيتضرع في الوطن دي شمال ويمين ما طلع من الخرطوم. يا اخي وين هو هذا؟ تكلم انت بتجيب لنا مقطع صوتي، والله اقول لك حاجه، لو حميتي اتكلم في الشاشه عديل. اول حاجه نحن الكلام ده ما مقتنعين به تماما، ما مقتنعين باي حاجه اسمها صوت. صوت ده ما مقتنعين له والله. لو جابوه في القنوات كلها، لو جابوه شفت شنو في العالم، في العالم اجمع، لو جابوا صوته ده نحن ما يفرق معانا نهائيا. حميتي دار يطلع، حميتي دار يصبر قواته، حميتي عشان القوات ما تكتل ساي، عشان القوات الكلام ده مو لنا نحن. الكلام الصوت اللي جابوه ده مو اهباط لناس الجيش، لا. الكلام ده جابوه الصوت ده لاساس انه قوات الدعم السريع هي تثبت في الميدان، لكن ناس الدعم السريع هم ناس اغبياء. جنود الدعم السريع ناس اغبياء. هم طالما اصلا غايتكم ده بيجيبوا لكم صوت وانتم بتصدقوا الكلام ده، ده اكبر غلط عليكم، والكلام ده مدفوع على روحكم، ومدفوع على رقبتكم انتم، ومدفوع على ابنائكم وعلى اهلكم، ومدفوع على سودانكم. حمايتي ده داير يجي يطلع عديل، اللي يجيب لكم يطلع زي البرهان ده، يطلع زي الكباشي ده، يقول لكم في الجنينه، في كينيا، في بريطانيا، في اسرائيل، في روسيا، في الامارات، اللي يطلع من اي دوله يقول لكم انا قاعد عشان انتوا تكاتلوا على حق. لكن انتوا عغاي انتوا بيجيبوا لكم يا اخي، بيجيبوا لكم صوت، بيقولوا لكم ده حميتي. يا اخي حميتي ده كان اصلا هو عنده نفس بيتكلم زي ده، وعنده صحه كويسه زي ده، وعنده صوت كويس زي ده، يا اخي اللي يطلع في الشاشه، اللي يطلع في الشاشه يعني شنو يعني؟ اللي يطلع في الشاشه عديل، اللي يطلع في الشاشه يقول انا قاعد. الكلام ده مش اهباط لنا نحن كجيش، لا. الموضوع ده هو اللي جابوا لكم انتوا عشان تركزوا في الميدان وتتبلوا. يا اخي ما تكونوا ناس اغبياء. نحن والله والله وعز الجلال لله، نحن مع قوات الشعب المسلح الباسله، قسم بالله ثلاثه. حتى لو حميتي ده قلت لك اتنسخ نسخه حميتي 10,000، 10,000 والله 100,000 جندي دعم سريع، لو اتنسخ حميتي ده بقى على 100، اتقطع لحمه لحمه واتسوى واتخلق من جديد، واتنسخ اتقطع حبه حبه وبقى على 100,000، 100,000 دعم سريع. نحن الليله موقفنا ده مع قوات الشعب المسلحه، وحتى ترفع رايتها لاتفاقيه او لسلام او لكلام زي ده. لكن نحن لازم نكون في الجيش، ولازم ندعم الجيش، ولازم ندعم الوطن، ولازم نقف مع الوطن. ولانه الانتهاكات اللي عملوها جنود حميتي، واللي عملوها الدعم السريع، الاغتصابات ونهب المواطنين، اقسم بالله ثلاثه ما بتخلي سوداني انه يقول انا واقف مع الدعم السريع. ده كلام فارغ يا اخي، ده كلام ذاته والله. اللي بيقول انا مع الدعم السريع ده اقسم بالله كلام فارغ. يا اخي امشي شوف الخرطوم، امشي شوفوا شوارع الخرطوم، امشي شوفوا البنيه التحتيه بتاعت الخرطوم، امشي شوفوا غندهار بيبيعوا في حق المواطنين، امشي شوفوا غندهار بيبيعوا في الشاشات، بيبيعوا في الثلاجات، بيبيعوا في العربات، بيبيعوا في البيوت، بيبيعوا في اي حاجه. يا اخي هدام المساكين باعوا، يا اخي هدام الناس باعوا، يا اخي سراير الناس باعوها. يا اخي ده كله السبب ده بيسوي فيه شنو؟ بيسوي فيه قوات الدعم السريع. كل الدمار والنهب ده كله من قوات الدعم السريع. تقول لي يا اخي حميتي جاب مقطع صوتي، يا اخي حميتي يجيبوا لنفسه، يجيبوا للقجر ديل اللي ما فاهمين عشان يموتوا، يجيبوا لديل عشان يثبتهم في الميدان. لكن بيثبتوا في الميدان من اجل صوت، بيثبتوا في الميدان ده من اجل صوت. ما يفرق معانا. حتى لو قلت لك لو جابوها عديل بيتكلم رسمي، بيتكلم رسمي اصل فيك، وده شيء فيهم، وده شيء ما بيتراجع عنهم، ولا حتى لو ظهر في الشاشه عديل ما بيحمي السيئات، ولا بيحمي الاغتصاب، ولا بيحمي، ولا بيمسح اي حاجه من الشيء اللي عملوه في الخرطوم. ما بيمسح حاجه. لو جابوا اتكلم عديل قلت لك هو اتنسخ على 100,000 نسخه حميتي، وشال ذخيرته وشال كلاشه ونزل الميدان بنسخه 100,000 من حميتي. اصلا العمل ده مستحيل يتغفر له من الشعب السوداني، مستحيل نحن نغفر له من الشعب السوداني. ده كلام فارغ، وده كلام بتاع ناس عملاء اخوانا بيجيبوا في الاصوات وبخلي السودانيين يعني يتقتلوا بيناتهم بس كده. ده يا ابقوا رجال اقعدوا في الوطن عديل واستسلموا لقوات الشعب المسلح، واقعدوا انتوا قوات الشعب المسلح وحلوا مشكلتكم. يا اما اي كلام بتجيبوا
الخونة والخاينين للوطن من الفلول ومن الدول الخاينة كلها بتجيبكم عشان تدمروا سوداكم أكتر، تكونوا انتوا الاثنين ما الرجال، والاثنين فيكم واحد ما بيبي، أقسم بالله ثلاثة ما داير تحزم المشكله دي يا برهان. عشان نقول لك بالواضح، يا اما ترفع رايتك للشعب السوداني يجوا خديل يجاهدوا، يا اما تطلب جنود الشعب السوداني، يا اما تطلب الجنود المجاهدين. ونحن لسنا رسالتنا قلنا لك يا اخي اذا جيشك ده استضعف، وهو ما استضعف لكن دي بلاده منك انت، ده دي بلاده منك انت، يا اشتغل شغل بتكتيك عديل، يا خلينا احنا نتكتك، نحن اولاد الشارع ديل احنا اللي بنتكتك بنعمل التكتيك. لكن اذا كان اصلا الناس اللي بتكتكوا ديل ما ناس، كلام فارغ منكم انتوا كلكم، ده كلام فارغ منكم انتوا. تكتيك شنو كلام شنو هدنه شنو يا اخي؟ يا اخي انتوا بيقولوا لكم هدنه، بيقولوا لكم هدنه بتخلوا الدعم السريع يتقدم، كل هدنه لكم بتخلوا الدعم السريع يتقدم. كل ما انتوا تتقدموا، كل ما انتوا تتقدموا ويحسوا بكم بانه انتوا تقدمتوا بيقولوا لكم هدنه، والهدنه دي انتوا بتقفوا فيها بصدق وامانه، بتقفوا فيها بتخلوا الدعم السريع يتقدم. ده كلام فارغ منكم. برا ياسر غطا، برا كباشي، برا برهان، يا اشتغلوا عديل شغل زيكم زي الرجال، يا ابقوا عديل يا اخي. قوه مميته والله، ذخيره مميته والله، دفاعات مميته. قلنا لكم الخونه بتاعنا الخرطوم ديل باللوم، برا كلام فارغ. وكل حربه، كل حربه فيها هدنه، وكل تاخير لكم. انا قلت في الرساله العشرين، في الرساله العشرين قلت لكم اي هدنه، اي تاخير للمعركه دي في الخرطوم والله حسابه على المواطن الشعب السوداني. الكلام ده نحن بنقول فيه، بنقول فيه ما في حاجه زي دي. شنو هو نحن نتكلم يا اخي شهرين بنتكلم يا اخي، شهرين بنتكلم عشان هدنه يا اخي. ما تفكها مدفعيتك دي انت جبتها من عطبر، جبتها تحرز بها شنو؟ وانت ليه تقعد في محلك تخلي الدعم السريع يجي يهاجمك؟ انت ما تهاجم، انت مستني شنو؟ ما تهاجم، ما تهاجم انت مستني شنو انتوا؟ كلام فارغ منكم انتوا والله، انتوا والله انت تلعبوا بالسودان دي والله. الليله قبل بكره يا اشتغلوا شغل زيكم زي الرجال، يا اقعدوا للمفاوضات انتوا وقوات المرتزقه دي، يا عديل كل زول يحزم. كلامنا نحن ما بنقبله اكثر من كده، ولا الله قال. يا اخي ما ممكن يا اخي نحن نشيل ونتكلم فلان سوى فلان سوى، يا اخي في النهايه تعملوا كلكم معركه في هدنه يا اخي، يغشوا عليكم الناس، يغشوا عليكم في الهدنه، خلوا الناس تجيكم. كلام فارغ منكم، برا كباشي، برا ياسر عطا، والله برا برهان. يا اخي اشتغلوا شغل، نحن زي الناس، نحن والله واقفين مع قوات الشعب المسلحه دي ما بنتحرك منها. لكن والله صح صح بنقول لكم في عينكم، والله تغلطوا ندي لكم في راسكم. كلام منكم فارغ بس. اشتغلوا شغل زيكم زي الناس يا اخي. خلي السوشيال ميديا ده كله مليان حمايه ظهر، حمايه ظهر يا اخي. قول انظهر، قول ظهر ب100,000 نسخه، ظهر عديل كده داري يسوي شنو في الميدان ده. وحميتي ده لما كان جوا القياده العامه ما عمل حاجه، خلوا يجيبوا لكم في صوت جوا القياده العامه ما عمل حاجه. وين الحته اللي كان فيها حميتي؟ حميتي كان في قمه الرفاهيه والسياحه وقمه الزعامه وقمه اي حاجه. هسي وين انت عارفه؟ انت السيد المستمع اللي بتكتب بانه حميتي ده ظهر في صوت، انت زمان كنت شايفه بعينك في احسن محلات. الليله وين؟ خليه يطلع لك في الشاشه دي يقول لك انا حميتي هذا انا قاعد. ما تسمعوا الكلام الفارغ وتسمعوا الكلام الكذب وتسمعوا الاهباط للشعب السوداني، ده كلام فارغ. والله لو جو وقف قدامنا قلت لك اتنسق على 100 نسخه. نحن السودان سودان، ونظل السودان، وحنظل مع الوطن، وحنظل مع تراب الوطن، وحنظل مع اي زول في الوطن ده. ما بنكذب ولا بنجامل والله وبالله سلاسه. هسه دي اكثر من 100,000 شاب منتظرين بس انه اشاره من قوات الشعب المسلحه، اشاره بس بشهايدنا الجامعيه لاساس انه بس يدوهم رتبتهم يخشوا برقروش يحاربوا للوطن. اشاره بس، اشاره من وزير الدفاع، والله اشاره من قائد قوات الشعب المسلحه. لسه يد الناس دي قاعدين كلهم مجاهدين فدائيين والله، وكلهم قاعدين والله يمسحوا الولد دي في دقيقه. ما دعي الليله لمعاهده السياسيه. انت طالما خربت الخرطوم خلاها تخرب. نحن في 1000 رساله بنقول لك السيد البرهان، الخرطوم طالما خربت خلاص خلاها تخرب كلها. نحن دايرين بنيه تحتيه جديده. الكلام ده بنقوله لك، ولا بنقول لك في 1000 مره بنقول لك الكلام ده. الكلام ده فارغ. الكلام ده اي خساره واي قاعده. انا حدثتكم قلت لكم اي تاخير في احزام المعركه دي، اي تاخير، اي تاخير برجع عليكم حسابه عليكم انتوا ديل، وبرجع خسارته عليكم انتوا ديل، وانتوا اللي بتندخطوا فيه، وانتوا اللي ما بتنتصروا فيه. اي تاخير لكم، ما في حاجه اسمها تاخير، اسمها بل قدام، اسمها ما في رجوع. ما في عسكري بيرجع، عسكري ده قدام ورا اعدام نهائيا. دي قاعده في الجيش، دي قاعده في الجيش، قدام ورا اعدام، دي ما في كلام زي ده.
يا اخي امسك البلد دي جيبها من الجيل من هناك وتعال ماشي. ما تقنب تهبطوا لي تضربوا لي هنا في الخرطوم بجاي لا. نظف لي الخرطوم بحري ده اول حاجه. امسكها من الجيل من الكباشي من هناك. امسكها بالقوات اللي عندك بالطيران بالمدافع بالدبابات كلها في نهار واحد. نظف لنا الخرطوم ده اول حاجه. اقفل لنا الكباري ديل وتعال لنا الخرطوم جوا نظفها كده لجبل اولياء. وبعد ذاك اليوم الثالث الرابع تعال بغادي. اقفل لنا ضنيك ديل من حاجه اسمها هدنه. اقفل لنا ضنيك ديل من التدخل الخارجي. اقفل لنا ضنيك ديل من الاتحاد الاوروبي. اقفل لنا ضنيك ديل من الاتحاد الافريقي. كلام زي ده ما ينفع. اقفل لنا ضنيك ديل بلا كلام فارغ معاكم. بلد ما تخلوها يا اخي يا تحزموها عديل يا فكوها عديل ابقوا رجال فكوها عديل. ده كلام فارغ منكم وما ينفع نهائيا. اشتغلوا شغل زيكم زي الرجال. كلام فارغ ما كنا نافعين ما كنا نافعين اي حاجه. احزموا الشغل ده والله نحن ما بنجامل في السودان ده نهائيا. نحن مخلينا كنت قدامكم اقسم بالله زول من الشارع ده يقود الشعب السوداني ده. والله زول من الشارع يقود قوات الشعب المسلحه دي. والله نحن قادرين نقود اي معركه في الخرطوم. كلام فارغ منكم. اشتغلوا شغل زيكم زي الناس ما تخلونا